نتابع سوا. هالتصوير لمجازين روتانا اللي كان لازم من قبل اعمله، بس ضغوطات الشغل شوي اخرناه. كان لازم تعمليها مع ولادة ألبومك الجديد. مزبوط مزبوط، بس انا ما بعلق كثير اهميه انه مع ولادة الالبوم لازم كل شيء يكون، لا بالعكس، كل شوي بتصير تقطع اشياء، هذا كله دعم بيكون لعملك، وبذات الوقت يكون عندك اشياء جديده تحكي عنها من اعمال ومن كليبات ومن كذا، فكل فتره بيكون دائما في شيء جديد. أكيد الجديد، لأنه تابعوه عبر النشاط الإخبارية عدد من الريبورتاجات حتنزل يمكن بعدد واحد بروتانا، سفرات، حفلات، جمهور، جوائز، ما شاء الله. مزبوط، الحمد لله هالفتره كثير نشاطات، كثير نجاحات، الحمد لله، نتشكر رب العالمين. حيكون الحديث فني أم عاطفي كمان؟ الناس بحب تعرف شو في جديد وشو بدنا نحضر وشو في افكار جديده بالمستقبل من اعمال، بس في خاص وفي اشياء كيف من بحياتنا بنضوي عليها اكثر. حتعلني عن شريك الحياة أو نصفك الآخر؟ لا 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 لا. خبرينا عن طلة جديدة، يمكن السابعة والثامنة مع نادين أشقر. حاسة مطلعتك في جديد؟ ايه اكيد، هالمره في طله جديده كثير، لانه دائما للمشاهد ليشوف اشياء جديده يعني، بس حبيت هالمره بالتصوير انه يكون كثير ناتشرال ميك اب، وكثير انا مثل ما انا بالطبيعه، وان شاء الله شفت انا على الكمبيوتر الاشياء، في كثير اشياء حلوه حلوه حلوه. هاي المرة السابعة أو الثامنة اللي بتعمل فيها مع باسكال، ومثل ما كنت قايلة قبل إنه أنا كثير تعودت على باسكال، وكثير صعب إنه تصور مع فرد فنان وتطلع له كل مرة لوك جديد. أنا على السيشن قبل لباسكال بليز قبل ما تجي بتنامي منيح، بتجي مرتاحة مريحة أعصابك، ما بدي تعصيب، لأنه باسكال من الناس اللي ببين دغري عليها على وجهه نفس التعصيب وإذا متضايقة يعني. بس اليوم كتير مرتاحة كانت، والسيشن كتير حلوة طالعة. بدنا نقول لك ونهنيك على طلة جديدة مع باسكال مشعلاني بكليب عم يمضى الوقت. اكيد يعني الطلة كانت كتير حلوة، وكان لي زمان يمكن ما صورت، وكتير ناس كانوا يمكن صار لهم زمان ما شافوني، وصراحة انه انا بدي اقول لها ميرسي لباسكال اول شيء، لانه بتعطي حق للشاب اللي بيكون معه بالكليب، كانه موديل ولا غير موديل بياخذ حقه، بقى كيف اذا كان موديل كان معروف بيزيد، والحمد لله زدت. الفكرة موجودة انك تصير مطرب بالمستقبل؟ بملك الصوت وبملك المؤهلات، اذا يمكن روتانا بتتبنى يمكن بغني، بس انه تاجي انتج ونفذ واعمل مشروع لوحدي اكيد لا. على باسكال طارق، بتتبع الموضة ام تتبع ما يليق لباسكال؟ باسكال من الفنانات اللي عندهم تريات كتير صغيره وبنفس الوقت كتير واضحه، بقى عندها وجه صعب، مفروض الانسان يعرف كتير منيح كيف بده يشتغل معها. بالنسبه للوك تبعه لليله، عملنا شوي لوك كلاسيك بالنسبه للمرة، جريئه بس بلوك اكثر هيك جلامور، واعطيتها شي نيو جديد بالنسبه لها، وهي مش معوده صراحه ترفع شعراتها بهالطريقه، بقى حط باطلاله جديده، وان شاء الله اكيد تنال اعجاب الناس. عارفين انك عم تتحضر ان شاء الله للطلة بمهرجان هلا فبراير، خبرينا عن هلا فبراير. حكون باذن الله مشاركه بهلا فبراير، لالتقي بجمهور اللي بحبه كثير بالكويت ب7 اذار. في غنيه حبيت اهديها للشعب الكويتي، غنيه وطنيه بس عاطفيه حلوه كثير، كلمات بسام ابي انطون والحان ملحم ابو جديد، فيها من اللهجه البيضاء، فيها من الفولكلور اللبناني. بعد هلا فبراير هناك تنفيذ لكليب الجديد. أنا لما شفتك يا حبيبي تامر عاشور اللحن وإيهاب عبدو، خلال من بعد رجعة الله راد من الكويت حيتم تصويرها. فكرة كتير حلوة، تاني تعاون مع باسم غنية، يمكن بيشوفوا الكليب خلال شي شهر تقريبا الله راد. ما تنسوا تحصلوا على نسختكم من غلاف مجلة روتانا اللي عليه باسكال مشعلاني، لأنه هناك مواضيع كثيرة منها عاطفية وفنية. بالتوفيق باسكال. أكيد عودة للاستوديو لنتابع شو بعد في الليلة من أخبار وريبورتاج.